الأهلي نادي بطولات، بس حظه قليل في الصفقات. النهارده جايين علشان نقولك أفشل 5 صفقات للنادي الأهلي، وده الجزء الأول علشان هم أكتر من 5. الصفقة الأولى هي إيفيلينو، واللي سماه الأهلاوية قاهر روما علشان تاريخه جول في فريق روما الإيطالي اللي فاز بيه الأهلي في مباراته الودية. سيبنا الكوبري اللي حسام غالي رزعه لجوارديولا ومسكنا في الهدف، وجمهور الأهلي تخيل إنه بقى عنده أحسن مهاجم. جوزيه وقتها كان طالب التعاقد مع فلافيو وجilberto، بس فلافيو طلب فلوس زيادة فجاب مكانه إيفيلينو، أي حاجة قريبة من الاسم يعني، فلافيو إيفيلينو السكة دي. من بعد ماتش روما ولمدة موسم ونص إيفيلينو حط جول واحد بس، والله العظيم، وكان صدفة برضه. عارف إيفيلينو مشي ليه؟ عشان كان عنده السل. الصفقة التانية أحمد رضوان الباك رايت. جوزيه برضه كان عليه طلبات غريبة، أصل لحد دلوقتي محدش عارف أحمد رضوان ده مش جه الأهلي إزاي، هو كان بيلعب كورة إزاي أصلاً. جه في موسم 2004 ومشي آخر الموسم، ريحه خفيفة. الصفقة التالتة جيلبرسون، برازيلي بس صيني يعني مش أصلي كده. كل اللي عمله إنه زود سيئات جمهور الأهلي، مع كل لمسة دي كان في شتيمة جديدة جمهور الأهلي بيخترعها، وكان ملخبطهم مش عارفين هو جيلبرتو ولا جيلبرسون فيمشي أحسن. الصفقة الرابعة ماكي. حازم بسيوني. شايف الجول ده؟ هو حط الجول ده ومشي، بسيط وسهل ومريح، واحنا حتى بندور له على ماتيريال ما لقيناش فهو خلص كده، فاهم؟ آخر صفقة النهارده رضا لويشي. ياه على الاسم، قال لك عمرو زكي الجديد والبلدوزر. الواد كان حلو والله، بس ما تفهمش حصل له ايه في الاهلي. لسه في صفقات تانية كتيرة مضروبة، ومش للاهلي بس، الزملكاوية حضروا نفسهم جايين لكم. يلا نشوفكم في حلقة جديدة من بوفو ستوديوز. يلا سلام.